تتلقى بنادم غادي مع وحده طالع معاه هابط معاه كتهضر معاه تيقول لك اخويا هذيك راه بحالها بحال اختي. عادي اما كصاحبي مشيتي بعيد وانت ماك دماغك موسخ اصاحبي عادي راه بحال اختي. دابا راه فعلا السير طول هاد القضيه هادي راه بدات تدخل لي العقلانيه. كتلقاه غادي معاها جاي ومتى كتجي بحال اختي هاد القضيه راه ما كذا. واش هذا الانسان يستوعب بعدا الفطره اللي خلق الله عز وجل عليها الانسان؟ الله تعالى لما خلق الرجل ولما خلق المراه ميز كل واحد بيناتهم وجعل مؤثرات، هذا كيتاثر بهذا وهذا كيتاثر بهذا. فاش ما تلقاوش باقي ذاك التاثير هنا راه كاين خلل بعدا في الفطره، وهذا ما اسميه بالتطبيع. لان الانسان سبحان الله العظيم على كثر ما تيطبع مع هذه المساله هذه والاختلاط اليومي ويعني واللقاء اليومي الى غير ذلك كتولي كتجي تولي تسافروا مع مجموعين تيقول لك انت راه بيست فريند هذيك الى اخره، وهذا راه امر مقلق جدا. لان دروك ما بقيناش تلقاو يعني واحد السلوك سليم في الشباب ديالنا مع كامل الناس. يا اختي واش هذا الشيء فعلا؟ واش هذه السيده السي رضوان مثلا الا جينا ولقينا شي واحد اخر مع اخته في الزنقه واش غادي تجي عاديه؟ اكيد ما غاديش عادي، لان الفطره ديالو هو ما غتقبلش هذا الامر هذا. يقول ليه مثلا يسير انت كون هاني في الحفظ الصون راه بحالها معاك بحالها معايا هاني، ما غيقبلهاش لان الفطره ديالو كتدفعوا انه ما يقبلش هذا الامر. ثانيا الشرع اللي حكم الله تعالى منع هذا الامر راه اما اختو اما ماشي اختو. اما هذيك بحال هي زاد الشيطان لهادو باش يقول لهم. الله المستعان. دابا السي رضوان باش نكونوا راه هذه كلمات عقلك مسخ ولا انت معقد راه ما تنقول لك انا كلام الشرع وحتى العلم. لان راه شوف حتى العلم الان المختبرات الى غير ذلك تثبت ان الانسان السوي اللي تيحتك مع النساء وتيتلاقى راه خصو يتاثر، والا ما تاثرش فولا فيه واحد الخلل. فانا فاش كنقول لك هذا الامر اولا راه مبني على امر شرعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنه اضر على الرجال من النساء وما خلى رجل بامراه الا وثالثهما الشيطان، الى غير ذلك من الايات والنصوص التي تدل على ان الانسان ينبغي ان يكون يعني في واحد الحيز كما ذكرتي سيدي رضوان قبيله راه يا اما اختي يا اما ماشي اختي. ماشي تقول لي انت لا راه اختي، لان باش كتبدا السي رضوان تبدا باختي وباش كتبدا بختي كتسالي انت اللي بغيتي. الله الله المستعان. المستعان. السلام عليكم ورحمه الله.